طبعا انا اول مرشح رئاسي ما مرشح انا طبعا يا جماعه اول ضحيه يعني مرشح رئاسي ضحيه للمفوضيه القوميه للانتخابات، وانتم تعلموا ذلك. بعد ما قدمت كل اوراقي الان عندي قضيه دستوريه مرفوعه ضد المفوضيه القوميه للانتخابات. يا جماعه حتى الكلام الناس بيمنعوه توك ستيب. انت عايز تتكلم عشان تفصح وتتحدث عن شعورك وعن برنامجك، ممنوع لدى المفوضيه القوميه للانتخابات تحاول تجيبها وتتسيد. فلذلك نحن نعتقد انه في ظلم كثير جدا حاصل، وان التحول الديمقراطي الان غير صحيح. لا، المحكمه العليا رفضت، لكن المحكمه الدستوريه ما زالت شغاله، والمحكمه الدستوريه لو رفضت المحكمه الدوليه موجوده. فنحن لا، المحكمه العليا رفضت، لكن الان نقدم المحكمه الدستوريه. المحكمه الدستوريه نكون 9 قضاة، واعتقد على انه سيكون فيهم من يعقل ما نقول، لانه نحن نتحدث عن موضوع الديمقراطيه، نتحدث على انه الناس يحبوا ان يتكلموا وان يتحدثوا عن برنامج اهلي مع وطن السودان ونحل كل هذه المشاكل. لا يمكن ان يقيدوا، لا يمكن يكموا الافواه. وانا منذ قدمت قدماي هذه الارض من امريكا كنت اقول ان هنالك تحكيم، ان هنالك عدم حريه، هنالك اشياء كثيره جدا يعني ضدنا، ولكن لا حياه لمن تنادي، انما نجد مزيدا من المضايقات. فما يقيل قلت يوم اكل الثور الابيض، انا اول من قتل، اول من اكل في هذه المفوضيه القوميه للانتخابات. اوراقي ومستنداتي تنام عند الدكتور مختار الاصم، ولقد ذكرته له ذلك في لقائي، ولكن يردون على المحكمه العليا. وانت تعرف انهم لم يعرفوا عن محمد الحسن اي معرفه اطلاقا، ولم تكن له اي مستندات. هذا شيء غريب. انت حضرت لنا هنا في هذه المنصه وقلت ان اوراقي كانت ناقصه وان الحزب الذي اتيت من اجله لم اجده. نعم. لذلك اعلن براءتي من الحزب الحقيقه الذي انتمي اليه، ورفع طلبك الى المحكمه والمحكمه رفضت طلبك. اشكرك جدا اجاب على سؤالك، ده سؤال جميل جدا. انا في الحقيقه لما قالوا لي اوراقك ناقصه كانوا بيقولوا انه الاوراق الجنوبيه اول حاجه الجنوبيه ما معه كان يمتلكها بعض اعضاء حزبي الذين الان قمنا يعني بمحاسبتهم وقد اخراجهم عن العمليه السياسيه وتقديمهم للمحاكمه. ولكن عندما تراجعت المفوضيه القوميه للانتخابات وقبلت منير شيخ الدين وقبلت الدكتوره فاطمه محمود، فلماذا محمد الحسن يا اخي؟ هذا هو التهميش الذي يحصل لمواطنين الشعب السوداني. نعم، المحكمه ليست هي الله، المحكمه قد تخطئ ايضا، المحكمه هي قد اعادت منير شيخ الدين وعادت الدكتوره فاطمه عبد المحمود، لم تعدني. لماذا؟ لان المفوضيه القوميه للانتخابات قالت لها ليس هنالك اي مستندات محمد الحسن. انتم تشهدوا كل الاعلام انه قد حضر الى هذه المفوضيه وقد احط كل مستندات المفوضيه. ولكن يا اخي هنالك ظلما سينزاح يوما. اذا اراد الشعب الحياه يوما فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. هذه الحريه لا تعطى انما تؤخذ، وان شاء الله كما ان الاعلام قد حاربتنا ستاتي الينا يوما مستمعه لما نقول، لان ما نقول هو خير للسودان والبشريه. واشكرك جدا الاخ، والسلام عليكم ورحمه الله.